وجهت أمانة منطقة الرياض تحذيراتها من شراء الأطعمة غير المحفوظة بطرق صحية وسليمة، والتي يتم نقلها من أماكن بعيدة وبسيارات خاصة وغير مهيئة. هذه الأطعمة يتم توزيعها في سيارات شخصية أخرى لبيعها في الشوارع العامة، والتفاصيل عن ذلك في تقرير الزميل محمد المشاري، نتابعه سويا. وجبة على جال الطريق جلبت من خارج المنطقة ليتم بيعها بطريقة غير اعتيادية. شوارع الرياض اليوم تكاد لا تخلو من هؤلاء الباعة برفقة وجباتهم السريعة. هذه الأكلات يتم نقلها من القصيم بسياراتهم الخاصة، ومن ثم توزيعها في أماكن متفرقة بعد جلبها من مسافة 300 كيلومتر قطعت بها لتوفير مصدر دخل لهؤلاء الباعة. يجيك معرق، ما تدري هو وش صاير فيه، ما تدري متى أخذه، ما تدري هل هو بايت من يومين 3 أيام، يحميه يعطيك إياه. أول مرة تجرب تشتري من الباعة هذولا ولا جيت قبل؟ لا والله جيت قبل وتجربة مريرة. تجربة سيئة يعني؟ نعم. شو اللي صار لك بالضبط؟ آلام في البطن شديدة لا توصف بصراحة. أنا جربتها قبل كذا وأعتبر نفسي إني ماخذها من القصيم وأكلها بعد كم ساعة يعني. فأنا مطمن من ناحية صحتها. كم مرة جربت الطريقة هذه؟ مرتين وهذه الثالثة. الحمد لله كويسة، وبعدين مي بأول مرة، قد جربتها كم مرة، والطعم نفسه تاخذه سواء مطعم من هناك جاهز أو من هنا. أنت عارف أن الوجبة هذه توصل من القصيم يعني تقريبا 3 ساعات طريقة أو 4 ساعات، فما عندك مشكلة من الشيء هذا؟ لا ما في مشكلة يا رجال، وجبات تجلس معنا أكثر من ذا الوقت وناكلها. أمانة العاصمة الرياض حذرت كافة المواطنين والمقيمين من شراء هذه الأطعمة والتي حفظت بطريقة غير صحية، خصوصا والتي تم نقلها من أماكن بعيدة، وبالتالي فإن احتمال تلوثها مرتفع، خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة وافتقارها للاشتراطات الصحية. للأسف صار في عملية كمان نقل وجبات سريعة من القصيم إلى الرياض وبطريقة غير سليمة، لأنه أساسا هي تنقل بنفس الحافظات اللي هي نعتبرها حافظات سيئة بالنسبة للمادة الغذائية، في نفس الوقت هي تنقل في سيارات غير مجهزة من ناحية الحرارة، وبالتالي هذا كلياته سبب أنه هي نفس الوجبة تكون ضارة. وللأسف أنه الناس حبها ورغبتها لهذا النوع من الوجبات خلاها تنسى وتغفل عن موضوع اللي هي الضرر اللي ممكن يجي من هذه الوجبات. لما ينتقل من مكان إلى مكان لفترة طويلة أكثر من ساعتين، معناته هنا درجة الحرارة خفت عليه، وبالتالي تجمد نفس الدهون هذه وصارت أسوأ للجسم، وممكن تأثر على حكاية ارتفاع الكوليسترول أو اللي هم الدهون على الكبد نفسها. فطبعا احنا مو بس فكرة تسمم، بقدر أنه هي كمان فيها أضرار ثانية. 180 وجبة تمت مصادرتها خلال اليومين الماضيين بعد أن شرعت أمانة الرياض في ملاحقة هؤلاء الجائلين بوجباتهم. محمد المشاري، MBC الرياض.